استخدمت الحضارة المصرية القديمة عدداً من التيجان المختلفة طوال فترة وجودها. تم استخدام بعضها لإظهار السلطة، بينما تم استخدام البعض الآخر للاحتفالات الدينية. كان كل تاج يرتديه ملوك مصريين أو معبودات مختلفة، ولكل تاج أهميته الخاصة ومعناه الرمزي. إتف تاج أوزوريس، يمثل هذا التاج أوزوريس على أنه إله الخصوبة وحاكم الحياة الآخرة، وممثل الدورة من الموت والبعث. في وقت لاحق، على الرغم من ذلك، أصبح يرتديه الملوك الآخرون بسبب الاعتقاد بأنهم سيصبحون شكلاً من أشكال أوزوريس بعد وفاتهم في مقابرهم. كان الملوك يصورون أنفسهم على أنهم أوزوريس من خلال ارتداء تاجه. خلال عصر المملكة المصرية الوسطى، كان يمكن حتى للمواطنين العاديين الحصول على تاج أوزوريس، لأن أوزوريس أصبح قاضي المتوفى، كما تم ارتداؤه أثناء الطقوس الدينية. خبرش تاج مصري قديم، يعرف أيضا باسم التاج الأزرق. غالبا ما تصور المملكة المصرية الحديثة الملك وهو يرتديه في المعركة، ولكنه كان يلبس كثيرا أيضا في الاحتفالات. كان يطلق عليه تاج الحرب من قبل الكثيرين، لكن المؤرخين المعاصرين يمتنعون عن تعريفه على هذا النحو. لم يتم العثور على أي نموذج أصلي لخبرش حتى الآن. استنادا إلى التمثيلات الفنية القديمة، توقع بعض علماء المصريات أن الخبرش كان مصنوعا من الجلد أو القماش المقوى. تاج همهم. كان تاج همهم عبارة عن تاج ثلاثي مزخرف لتاج إتف، وعادة اثنين من الصلب مع حزم من ورق البردي في الأعلى، ويحمل قرصا شمسيا في القاعدة والأعلى ومغلقا بقرنين مزدوجين. تم ارتداؤه للإشارة إلى موقف عدواني، وتعني كلمة همهم في اللغة المصرية أن يصرخ أو يصرخ، وربما تشير إلى أن تاج همهم يمثل قرن معركة. تاج النسر. كان تاج النسر تاجا مصريا قديما، كانت ترتديه زوجات الملوك العظماء وملكات مصر القديمة الإناث. كان تاج النسر عبارة عن تاج يصور نسرا يتدلى بجناحيه من جانبي الرأس. كان رمزا للحماية من المعبودة نخبت. ارتدت نخبت هذا التاج. غالبا ما كانت هذه التيجان تزين بالذهب، وكانت ترتديها الزوجة الملكية العظيمة وكاهنات رفيع المستوى وملكات مصر القديمة. تم تجهيز هذه التيجان في بعض الأحيان مع صلب، والتي تمثل كلا من مصر العليا نخبت ومصر السفلى الصلب. كانت تيتي شيري أول امرأة مصرية ترتدي هذا التاج، ويمكن وضع تاج إضافي مع القرص الشمسي واثنين من ريش النعام الطويل. كان يرتدى هذا التاج أيضا من قبل الآلهة،